أهلا بيكم معانا النهاردة في استكشاف جديد لمصادر شيقة. أهلا بيكوا بكل اللي بيسمعونا. النهاردة هنغوص أكتر في فكرة، ناس كتير بتتكلم عنها. إزاي ممكن نعمل فلوس من بيع منتجات مش بتاعتنا؟ تقصد التسويق بالعمولة؟ بالظبط كده. الفكرة نفسها مش جديدة خالص، بس المصادر اللي معانا بتتكلم عن دمجها مع أدوات الذكاء الاصطناعي ال AI. وده اللي بيخلي الموضوع مختلف شوية. أكيد. استخدام ال AI ممكن يسهل الدنيا. هو ده اللي المصادر بتحاول توضحه. تمام، خلينا نبسط فكرة التسويق بالعمولة الأول للي يمكن مش عارفاها قوي. يا ريت. ببساطة أنت بتروج لمنتج أو خدمة بتاعت حد تاني سواء شركة أو شخص، ولما أي حد بيشتري المنتج ده عن طريق اللينك بتاعك أنت بتاخد نسبة أو عمولة. أنا مش محتاج أصنع المنتج بنفسي خالص. لا خالص. والميزة هنا إنك بتركز كل طاقتك ومجهودك على حتة التسويق وإزاي توصل للعميل الصح، بدل ما توزع نفسك بين تصنيع المنتج ومتابعته وتسويقه كمان. كلام منطقي جدا. طيب، المصادر بقى بتقول إزاي ال AI بيدخل في المعادلة دي؟ بص، أول وأوضح استخدام هو في كتابة المحتوى. زي تشات جي بي تي مثلا. بالظبط. ممكن تستخدمه عشان يكتب لك بوستات للسوشيال ميديا أو إيميلات تسويقية أو حتى سكريبت الفيديو صغير. بس المصادر بتقول الموضوع مش مجرد إنه يكتب وخلاص، صح؟ أكيد لأ. المهم إزاي تستخدمه صح، يعني لازم تديله تعليمات واضحة، البرومبت زي ما بيقولوا، تركز فيها على الجمهور اللي بتكلمه، مشاكلهم إيه الاعتراضات اللي ممكن تكون عندهم. أخليه يكتب كلام موجه أكتر؟ تماماً. عشان المحتوى اللي يطلع ما يبقاش عام وكلام محفوظ، لأ، يبقى ليه علاقة فعلاً بالناس دي ويلمس احتياجاتهم. ده بيعلي فرص التفاعل وبالتالي الشراء. فهمتك. طيب، ده جانب المحتوى المكتوب. ماذا عن الحاجات البصرية، الصور والفيديوهات؟ دي كمان ال AI والأدوات التانية بتساعد فيها. المصادر ذكرت مثلاً كانفا. كانفا ده مشهور وسهل نسبيا. جدا. ممكن تعمل بيه صور بسيطة وجذابة للمنتج اللي بتروج له. وفي كمان أدوات زي انفيديو أو بيكتوري لو عايز تعمل فيديوهات قصيرة. لا، مش لازم الفيديوهات دي تكون احترافية قوي لا مش شرط خالص. المصادر بتقول إن البساطة والوضوح ممكن يكونوا أهم. فيديو قصير بيشرح فايدة المنتج أو بيعرضه بشكل كويس ممكن يكون كافي جدا. تمام. المصادر ذكرت كمان أدوات تانية مساعدة زي بيتلي. بيتلي ده عشان تختصر اللينكات الأفيليت الطويلة دي، وكمان عشان تعرف كم واحد داس على اللينك بتاعك، يعني بيساعد في التتبع. وفي كمان كوجي أو كارد عشان نعمل لاندنج بيج. ممكن توضحي أهمية اللاندنج بيج دي؟ بص، دي صفحة هبوط بسيطة ممكن تكون مجانية كمان. فايدتها إنك لو بتروج لأكتر من منتج، بدل ما تحط 10 لينكات في البوست بتاعك ويبقى شكله زحمة. يبقى لينك واحد بيودي على صفحة فيها كل حاجة. بالظبط. تحط فيها صور المنتجات، وصف مختصر لكل واحد، واللينكات بتاعتها بتبقى منظمة أكتر وشكلها احترافي، وبتسهل على اللي مهتم يلاقي كل اللي انت بترشحه في مكان واحد. فكرة كويسة بصراحة. طيب، نيجي بقى للسؤال المهم. أجيب منين المنتجات دي أصلاً؟ إيه المنصات اللي المصادر رشحتها؟ في كذا نوع منصة. المصادر ذكرت مثلا ديجي ستور 24 وهوت مارت، ودول بيركزوا أكتر على المنتجات الرقمية زي الكورسات والكتب الإلكترونية. والمنتجات الملموسة العادية؟ طبعا في البرنامج الأشهر أمازون أسوسيتس بتاع أمازون، ده لو حد عايز يشتغل على منتجات فيزيكال بقى، أي حاجة بتتباع على أمازون تقريبا. والمصادر جابت سيرة منصات عربية؟ ذكرت منصة زي easyt.online، وقالت إنها بتقدم كورسات وخدمات رقمية بعمولات ممكن تكون كويسة. الخيارات موجودة. الخيارات كتير فعلا، بس الأهم من اسم المنصة نفسها هو اختيار المنتج اللي هتسوق له. دي نقطة المصادر أكدت عليها جدا، صح؟ جدا. لازم تختار منتج يكون عليه طلب فعلا في السوق، وبيحل مشكلة حقيقية للناس اللي انت عايز توصل لهم. مش أي منتج وخلاص لا طبعا، لازم تعمل بحث بسيط الأول، تشوف الناس بتدور على إيه في المجال اللي اخترته، وتشوف المنتجات الموجودة وتقييماتها. لو اخترت منتج محدش عايزه أو سمعته وحشة، يبقى كل مجهودك في التسويق راح على الفاضي. تمام. يبقى لو حبينا نلخص الخطوات العملية اللي المصادر بتقولها: 1. اختار نيش أو مجال معين، وبعدين منتج مطلوب جوه المجال ده بعد ما تبحث كويس. تمام. 2. تسجل في منصة التسويق بالعمولة اللي بتقدم المنتج ده. تمام. 3. تستخدم أداة AI زي تشات جي بي تي عشان تكتب محتوى تسويقي جذاب وموجه للجمهور الصح. مظبوط. 4. تعمل تصميم بسيط، صورة بكانفا أو فيديو قصير بأي أداة سهلة. أيوة. 5.
وتنشر المحتوى ده على منصات السوشيال ميديا اللي جمهورك موجود عليها، وتحط لينك الأفيليت بتاعك، ممكن يكون لينك لصفحة الهبوط لو عاملها. بالظبط كده. 6. وبعدين تتابع بقى تشوف إيه اللي جاب نتيجة وتحاول تحسن المرة الجاية. هي دي تقريبا الخطوات الأساسية، بس في كام نصيحة مهمة المصادر ركزت عليها عشان تزود فرص النجاح؟ أكيد الموضوع مش سهل للدرجة دي ومحتاج شوية تريكات. زي إيه النصايح دي؟ أول حاجة واللي لسه قايلينها، اختيار المنتج الصح اللي عليه طلب حقيقي. تمام. تاني حاجة ودي جوهرية بصراحة، لازم المحتوى اللي بتقدمه يكون فيه قيمة فعلا للناس. قيمة؟ يعني إيه قيمة هنا؟ يعني معلومة مفيدة، نصيحة عملية بتساعدهم في حاجة، مراجعة للمنتج تكون صادقة وموضوعية، مش مجرد مدح وخلاص. ما ينفعش أبدا تفضل تنزل إعلانات مباشرة طول الوقت، الناس هتزهق ومش هتثق فيك. يعني لازم أبني ثقة الأول عن طريق المحتوى المفيد ده. بالظبط، الثقة دي هي اللي هتخلي حد يقتنع ويدوس على اللينك بتاعك ويشتري. وده ياخدنا للنقطة الثالثة اللي غالبا هتكون عن الجمهور نفسه. تماما، المصادر بتأكد على أهمية إنك تستثمر وقت في بناء جمهور، حتى لو كان صغير في الأول، بس يكون مهتم بالمجال اللي بتتكلم فيه. تتفاعل معاهم، ترد على أسئلتهم، ده بيخلق علاقة وولاء. فالنجاح مش بيجي بسرعة يعني؟ لا، هو محتاج صبر ومحتاج تفهم جمهورك ده عايز ايه بالظبط، وتستخدم الأدوات المتاحة، مش بس ال AI لكتابة المحتوى، لا كمان الأدوات البسيطة بتاعت التحليل عشان تعرف أنهي بوستات جابت نتيجة وأنهي لأ، وهكذا. يعني نقدر نقول إن الخلاصة هي إن الذكاء الاصطناعي أداة قوية جدا، ممكن تسرع وتسهل أجزاء كتير في عملية التسويق بالعمولة، زي كتابة المحتوى أو عمل تصميمات بسيطة. أيوه. لكنه مش هو الحل السحري لوحده. النجاح لسه بيعتمد بشكل كبير على فهم السوق، وعلى تقديم قيمة حقيقية للجمهور، وعلى بناء علاقة وثقة معاهم. بالظبط كده، كلام زي الفل. وهنا ممكن نسيب اللي بيسمعونا مع فكرة أخيرة كده يفكروا فيها. اتفضلي. يمكن المهارة الأهم في الزمن اللي احنا فيه ده مش إنك تعرف تعمل كل حاجة بنفسك من الألف للياء، لكن قدرتك على إنك تربط بين الأدوات المتاحة زي أدوات الذكاء الاصطناعي وبين الفرص الموجودة زي منتجات الغير في التسويق بالعمولة، وتعرف إزاي تستغل دي ودي بذكاء وفعالية عشان توصل لهدفك. يعني الذكاء في استخدام المتاح؟ بالظبط، إنك تستفيد من شغل وجهد ناس تانية بشكل مشروع وقانوني طبعاً زي في الأفيليت، وتعرف إزاي تضخم الاستفادة دي باستخدام أدوات ذكية. ده ممكن يكون هو ده مفهوم الذكاء الجديد في البيزنس أو في الشغل بشكل عام.